السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مشرفاني القناه البسيطه جدا بحبكم في الله. ماما انا النهارده يا اخواتي حبايبي جبت حاجتين اتنين مهمين جدا. اهم حاجه جبتها النهارده هو الكيس الجميل ده. الكيس الجميل ده فيه ايه؟ الكيس الجميل ده فيه حاجات مهمه جميله. بس والله بصوا، انا النهارده اكتشفت انا جبت حاجات للعنايه بالشخصيه وكده والبشره والموضوع ده يعني، وجبت الفرشه الكيوته الحلوه دي. عارفه انتي الحلوه الكيوته دي كانت عامله معايا هنا دي كانت عامله ماك فرشاه مكياج كبيره، دي ب25 جنيه. حلوه وكيوت وقمر. وجبت قصافه كيوت حلوه كده لاولادي وكده. القصافه دي عامله 10 جنيه، جميله اهي. شكلها حلو. هي بتتشال من، مش عارفه دي بتتشال ولا لا. لا ما بتتشالش، هي منها فيها لبنتي وكده والاحمد برضه. الاتنين بيجيبوا حاجات. ده سويت شوجر بودي سبلاش. بودي سبلاش برفان يعني. بس يا حنة ريحته حلوه، ريحته كويسه. ده ب65 جنيه. ده غسول ساب برايت، ده حلو قوي. ده ب15 جنيه. سو برايت غسول وجه، غسول للوجه. في انواع كتير، انا حبيت بس اغير واجدد وكده. ده بخلاصه الليمون البشره الدهنيه والمركبه. مفيش فيه مواد كتير. ميه وصوديوم ولوريد سلفات، يعني جليسرين، حمض السيليك. يعني هجربه، ده اللي لسه هجربه النهارده. جبت كمان برفيوم. برفان حلو، ريحته حلوه للجسم. معلش يا احمد، ولادي هما اللي لعبوا في ريحته جميله. طبعا انتوا واخدين معايا على كده. البرفيوم سكيب برفان حريمي، ده ب50 جنيه. ده ب50 جنيه يا حبايبي. حاجه كده سهله وظريفه. ماما جبت بقى حاجه مهمه قوي، من مايت سينما اكستريم. بصي انا الراجل فتحها لي بصعوبه. الراجل فتحها، مش عارفه فتحها ازاي. دي الدرجه رقم 4. بصي انا هقطع الورقه، انا مش عارفه اخلعها. وانا كده الحاجات دي اصلا هستخدمها، مش ده. بصي انا عجبني فيه حاجه مهمه قوي ما لقيتهاش في اي حاجه تانية. مع اني جايبه نوع تاني هوريهولكم حالا، خليكم معايا سوا. بصي ده اللي انا كان عندي كنت مستخدماه. دي الدرجه ال5، دي رقم 5. وجبت دي رقم 4. ده النوع اللي انا لسه جايباه. بس ده في حاجه وده في حاجه. تعالوا كده ندهنهم مع بعض. هي دي ايد واحده اهي. هندهن نص هنا ونص هنا، مش نص يعني، هي نقطه. دي كتير شويه بس يلا مش مشكله. ماما بصي اهي، خلينا في كده. ماما اعملي نور. برضو بيقولوا لي انهي واحد فيهم احلى. ده بعد ما دعكت. هنستخدم الجديد. بحيث ان هو ده تقيل شويه مش خفيف. بس يا حاجه انا عملت لكم الدرجات. ميري كمان في فرق ولا لا؟ مش واخده بالي يعني. في فرق. انا حسيت ان التاني احلى في ده وده. بصي يا شيل هطفيلك دي لا
ده بعد ما طفيت، مش واضح، مش باين قوي، بس تحس ان التاني احلى شويه. تمام. المايت سينما ده كان عامل 75 جنيه. دي شويه حاجات كانت ناقصاني. تمام. تمام. الحاجه المهمه بقى اللي بصراحه يعني دوختني شويه، يعني مش هما مقتنعه، فين؟ يعني اول مره اسمع عنها. انا بجيب من معرض اسمه معرض انترسيز، ليهم صفحه على الفيسبوك، بس انا من محافظه الدقهليه. اللي هنا. مايت سينما كان عامل 75 جنيه. دي بريانكا خميره بيره ب 30 جنيه. كلمي سيبي. كلمي جديد. انا في دي بقى اللي حيرتني، خميره بيره لتسمين الوجه، يعني بتخن الوش. انا في دي وبتقولك في ناس كتير قوي بتشتريها بلادي. العلبه دي. تعالوا كده نفتحها ونشوفها مع بعض، بس والله العظيم انا اول مره بجد اجيبها انا وهجربها. وهي دي فيها بلاستيك كده شفاف بيتفتحي، الفيلم تقدري تشيلي كده فيلم اهو. دي عبوه ازاز، انا والله اول مره بجد اجيبها، حنة. يعني تطلع حلوه تطلع وحشه ما اعرفش. هي ب15 جنيه. الحاجات دي نينجا، يعني خامتها كويسه، البرفان ريحته كويسه جدا، مش بالحاجه الغاليه. ايه اهو، وعليها اللوجو بتاعها. بصي خدي بالك هي مكتوبه فين، الاصلي. والله الحاجات دي انا لسه بكتشفها معاكم، انا مش من النوعيه اللي بتحب تجرب كتير. الاصلي باينه في الكاميرا، خميره بيره الاصلي بيره، يعني انا اللي خلاني على فكره دي هي سائله، ده حنة. هي سائله. ده انا لما قلبت العلبه بصي بقت فاضيه من بره ازاي. كلمي بس هفتح كده. يلا انا بخبط كده في حاجه في السقف. حنة الفريد اشمها، هي ريحتها حلو، بس دي كتجربه شخصيه جربتها بصراحه. لا هتجربيها بصراحه اكيد. حنة. انا بحب اجرب، انا من النوعيه اللي بتحب تجرب حنة بصراحه. انا من النوعيه اللي بحب اجرب، دي تجربه شخصيه انا هجربها. طلعت حلوه اوكي، بس في حاجه الورقه اللي في العبوه حنة اعمليه اللي هي هنا دي مكتوب فيها انها تتكون هذه الخلطة خميرة الوجه من المواد الطبيعية، تحتوي على فيتامينات وغذاء البشرة، وخاصة خميرة البيرة. هي الفترة قياسية، هي بتبان من أول أسبوع، هو مكتوب كده. شفتي العبوة من جوه عاملة ازاي، ومكتوب عليها الأصلي برضو، اللوجو بتاع كلمة أصلي موجود. هي مطورة عشان تنعم البشرة بصورة سحرية جدا، فترة قياسية، تشتغل على ترطيب الكريم البشرة عشان تخليها إشراق وشباب. هي بصراحة انا هجرب، لو لقيتها كويسة هكتب واقول انها كويسة. انا جبت ريجينكس بتاع سنونة، كنت جايباه برضو. هحاول اقارن ما بين ده والتاني في موضوع يعني تنعيم البشرة وتسمينها، لان شيف نونا كانت برضو متكلمة على الموضوع ده، ان كريم ريجينكس بتاع الجسم، معلش الستاند بيتحرك كل شوية ولادي والله، ان هو بس ده للصدر والارداف، ده بنتيجة تعويض للبشرة على ما يتم فقده نتيجة التعرض للظروف الخارجية زي أشعة الشمس، بتحافظ على الجلد وتخليه رطب وتخليه فيه نضارة وحيوية. بصراحة هجرب، والتجربة خير برهان أو خير دليل عموما. ولو كويس هطلع وأقول إن هو كويس، لو مش كويس ومعملش معايا أي حاجة خالص يبقى هطلع وأقول إن هو مش كويس. تمام كده. دي بصراحة الحاجة اللي أنا جبتها الشخصية ليا أنا. وجبت كمان حاجة حلوة قوي برضه، كيوت وحلوة. جبت الطقم ده. الطقم ده فيه 4، كان الستة عاملين 55 جنيه، جبت ال4 ما لقيتش غير اللي هو ال4 هناك. زي الزبادي بقى عملت بيه، ومعاه المعلقة بتاعته، المعالق بتاعته، يعني بتحطي المعلقة بالعلبة كده
انا نازله برضو مخصوص عشان اجيبها. هي جامده، مش خفيفه انك تفتحي بسهوله يعني. زبادي بقى، ايس كريم، شويه كريم شانتيه فايضين، كابتشينو من اللي انت بتعمليه وتحطيه، زبادي في الفرن، وبعد كده تشيز كيك بقى، قطع مانجا، قطع فاكهه. انا بصراحه جبت من ده كان الاربعه عاملين 37 جنيه. وبس كده يا حبايبي. ان شاء الله هقول لكم النتيجه بتاعه خميره البيره، اللي ده البوست بتاعنا النهارده. انا اللي خليني عملت الفيديو ده الموضوع ده بجد، لان انا اللي هجرب، وبعد ما اجرب هقول لكم. دي ب 15 جنيه، مكتوب خاص بالتصدير. انا عاجبني فكره، وده منتج مصري. التركيبه بتاعته برضو معجون الخلطه من المواد الطبيعيه اللي فيها فيتامين، وخاصه الخميره البيره بتكون بتسمين الوجه وتعويض البشره عن اللي بتفقده، وتحافظ على الطبقه الخارجيه. هو مطهر، كريم مطهر لتنعيم البشره بصوره سحريه. يلا. واهم حاجه ان فتره قياسيه جدا. انت بتحطي بقى كميه مناسبه من الكريم على وجهك وبشكل دائري، تدليك بسيط، تسيبيه فتره مميزه للبشره انه يمتصها. بتستعمل صباحا ومساء عشان تحصلي على افضل النتائج يعني. ده البوست بتاع النهارده، ده اللي هنجربه، وان شاء الله هقول لكم التفصيل عليه اكيد يعني. وهجرب ونشوف، والتجربه خير بينه. تمام اوكي كده. انا اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ودعوه حلوه من قلوبكم، واشكركم جدا على حسن استماعكم ليا، واشكركم لو اي واحده فتحت الفيديو وشافتني. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم بالخير يا رب والمن يا رب، اللهم امين. واستودعكم الله، ومع الف سلامه.